يعني احنا حدودنا العمود اللي هناك ده العمود حاجه اللي هناك بعد المرافق، بعد المنافع بتاعتها لحد العمود، صح؟ على فدان وتلت. ايوه. ما شاء الله. وكامله كله يا حاج مصطفى؟ كله على الزرار. ما فيش اي حاجه، ما نبل متر وطريقها 8 متر. تمام ماشي. عايزين نطلع فوق بقى، نخش عنبر ونطلع فوق خالص. ده بقول لي خدنا من وراه خير كتير قوي. بقول لي قرفته حلوه وعبانا من عنده فراخ من زمان الزمان. عايزين عنبر واحد بس يا حاج، مش لازم اللي يخش العنابر، ونطلع على دار على سطح المزرعه. نقعد نوصل هناك نوصل هناك. كنت انا عامل مصليه صغيره كده. لا انا حملت المزرعه اللي هي كانت جوه ورا البيت. تصور جوه مش تصور تحت. ماشي. لقيت العربيه كانت واقفه كده. ماشي. الباب النص مفتوح. اللي جوه اللي هناك ده محول كهرباء يا جماعه، ديزل. الاوضه اللي مبنيه جوه دي ديزل. والفوادر هنا في الثلاجه عينينا. الفوادر كلها متعانه. العلب بقى اللي علفات عادة يا حاج، صح؟ مش خطوط. في فوادر عشان كانت شغاله امهات. الفوائد بتشتغل عشان التسمين. ليه تسمين؟ كانوا عاملين فوادر عشان كانت شغاله امهات. الفوادر متعانه هنا. تسمين الواحد. فيها 8 خطوط فوادر. ده نص العنبر يا حاج، في نص تاني. نص ده ما هنشوف معاك. عشان تشغل ال 100 متر على بعض لازم تحط شويه في النص. لا الصيد سيطره في النص احسن. ما هو هيتر هنا وهيتر هنا، صح؟ والتبريد برضه هنا وهنا. لا التبريد كله مفتوح كله من الجهه الثانيه. كله من ورا من على الغرب. ده باب نص. الحل الفوادر هي حاج عبد. دي ما تشيلش بقى دي بتاعت الامهات. بتاع الامهات. وحاجتها متعانه هنا تحت في الثلاجه. هي ما بتتشالش بقى لانها دلوقتي ما عليهاش فراخ هنا، فهي سايبينها مكانها زي ما هي. ما شاء الله ما شاء الله. ده هيتر الجهادي وهيتر الجهادي. هذا واحد والتاني اوبرو. هذا هيتر وهذا الهيتر التاني. الاتنين قبل بعض، والهيتر 1000 متر. 1000 ايطاليا. والتبريد كله 24 متر تبريد. 24 متر. ما شاء الله. طب نور هنا بقى معلش. والشبك حديد كله داير مهدود كله. كده هنا 24 متر تبريد. هي على قراط على فدان وتلت، صح؟ ايوه. يلا عسل كده ما شاء الله ما شاء الله. وده فاصل، وبعد كده بنخش على العنبر التاني. ايه يا حاج؟ بلغهم بقى اللي يكلمك بلغهم. وحدة التبريد، وبعد كده ده الجزء التاني من العنبر. زي ما احنا شايفين كده يا جماعة جوه. وادي الاسانسير اللي بيطلع منه الشغل وبينزل منه الشغل زي ما احنا شايفين.
4 طوابق هم. هنا الفوادر والعده بتاعتها. الثلاجه دي. واللي هناك بقى الديزل. الكهرباء. الديزل لسه هنروح له. اللي في الاخر ده محول خاص. ده محول خاص. ماشي. نروح للديزل بقى ونطلع فوق. نطلع السلم من الناحيه. ماشي يا حاج. لانه محصلين الكهرباء عن الموتور هنا عشان الميه. ماشي. وده خد الغسيل. ده العقامه بتاعت العربيات. طريقها حلو ما شاء الله. دخلتها حلوه وطريقها حلو وجوها حلو خالص يا حاج مصطفى. دي برضك مدخل الاداره من هنا والمهندس بقى من هنا. والعمال فوق. ماشي. دي يعتبر السكن بتاعهم. دي الصراحه المهندس او العيله يعني بتاعته يقعد فيها زي شقه تحت. ماشي. لا تكون يلا يا محمد. وخزانات السجن هي ميه حلوه من 600 بس برضك عندنا خزانات بزياده. ما شاء الله. المخزن ده مخزن ايه للهرس والحاجه. دول 4 خزانات يا حاج. ده احتياطي مش دعوه شغاله موجوده من 600 من الخط الرئيسي. تجي لك من 600 بتاع البلد. يعني دول موجودين هنا احتياطي بس للطوارئ. للطوارئ. ميه ماسوره كسرت اي ظروف يبقى احتياطي هنا. ده سكن. ده المكتب اهو. ما هو اللي بتاع سرعه المهندس. انا عارف بيلعبوا في السوق. اللي هيلعب في السوق هيحصل له زي ما حصل لمرزوق. ده هو عاملها ب 60 تاني دلوقتي. ايه؟ والله بعد ما عدله 60. ادي خربه. انت متابع بقى. ما انت معايا يعني هم هنا 4 3 هنا 4 كل عمر في سنه. نفس النظام متفضل كده نخش يعمل حاجه. ما هو باين يا حاج ما شاء الله. هي العنابر ما شاء الله جميله. وطبعا النص التاني نفس النظام هنبص عليه برضه. ناخده ونطلع على السطح. نطلع على السطح من هنا. فاصل اهو يا جماعه. وده الاسانسير اللي صورناه من تحت. وطبعا الطريق المكان بتاع التطهير اهون. والطريق قدامها حوالي 8 متر. وده حواليه اهو فاضي خالص اهون يمين وشمال. ولو ده حاج بفعل ما شاء الله ما شاء الله. ده الموضوع هنا مختلف خالص يا حاج. طبعا. البحر بتاعها ده؟ ده بحري. ده يعتبر العنبر الدولار جبت منشورة بتاع في الناس ب 40 جنيه وباقي القاهرة ب 120 جنيه. حاضر يا حبيبي. ماشي يا باشمهندس. على دماغي على دماغي يا باشمهندس. اتفضل يا من اولها بقى هدى اول ثلاجه بقى ولا ايه؟ العمود ده حاج صح؟ العمود اللي عليه البتاع هو العمود اللي بعده. اللي هناك ده حاج. ايوه شفت كحش الخضراء ديت بني فيها تبني فيها مصليه ولغايه الليل هناك فيها الناس بيجوا بالليل يناموا في قلبها وبتاع.
طبعا الخلا بقى اللي حواليك انت شايف الجو المنظر هنا ده فوق جامد ده، انا كنت لسه هقول لك الجو والله هنا العظيم هنا انا طلعت فوق الوقت قعدت انا مش نازل لكم. لا، لو انتوا مش طالعين لما تندهوا عليا. ده كله طبعا والله احسن من المصايف. اي والله قلت لنفسي الوقت هو كده. ما احنا اهو برضه بس احنا ايه؟ الجو فدان وتلت من هنا البدايه لحد نهايه المزرعه زي ما انتم شفتوا من فوق. يعني كل دي قدامها قدام المزرعه وفي قلب ملك المزرعه فدان وتلت. وطبعا المزرعه زي ما انتم شفتوا كبيره خالص ما شاء الله، يعني ما شاء الله، ومزرعه كامله كل مش محتاجه اي حاجه، يعني ما شاء الله ما شاء الله فيها كل الكماليات، مجهزه من الالف للاخر للياء، وفيها من فوق بقى ما شاء الله الهواء جميل، وطبعا حواليها زي ما انتم شايفينه فاضي خالص ما شاء الله. مزرعه يا جماعه وكل دي منافع له. يعني احنا حدودنا العمود اللي هناك ده حاجه اللي هناك بعد المرافق بعد المنافع بتاعتها لحد العمود صح؟ على فدان وتلت. ما شاء الله وكامله كله يا حاج مصطفى. كله على الزرار. ما فيش اي حاجه ما نبل وخطوط علف وكله صح؟ هوادر كله. منها للاسفلت يعتبر قد ايه يا حاج 800 مصطفى؟ متر. منها للاسفلت 800 متر وطريقها 8 متر.